مين حاسس بروحانيات رمضان زي كده؟ انا حاسه بيها قوي، وبديت اعمل اطباق رمضان قبل رمضان بكتير، بس بجد حاسه الطبق ده من ضمن عزومات رمضان جدا. بنحتاج في رمضان اللي صنف كده مقبلات يكون سهل. تعالوا النهارده نعمله بطريقه بسيطه. معانا بقى طاسه على النار فيها معلقتين من زيت الزيتون، بعد كده هتقطعي بصلايه مكعبات وتنزلي بيها على الزيت وتبداي تدبليها. اول ما تتدبل كده خالص ابداي بقى هاتي اي بانيه قطعيه تقطيعه الشاورما وابداي قلبيه مع البصل. بعد كده حطي البهارات عبارة عن ملح وفلفل وثوم، قلبيهم بقى كويس قوي وسيبيهم على نار هادية يستووا. اول ما يستووا بقى قبل ما تطفي النار هاتي اي نوع من المكسرات. انا حبيت احط مع الوصفه دي عين جمل جدا، وكسريهم تكسير كبير، مش تكسير اللي هو مفروم، لا يعني اللي هو تحس بطعمه مع الفراخ والبصل والسماق. بجد هتوديكي في حته تانية خالص الخلطه دي. وبعد كده هتجيبي اي عيش صاج اللي هو بيبقى متوفر دلوقتي في كل الافران او كل السوبر ماركتات، بتبداي تقطعيه كده الاربعه بالنص، وبعد كده تقسمي النص وتقطعيه تقطيعه كمان، يعني هيبقى معاكي زي مثلث. هتستعمليه على طول اركنيه على جنب وابدأي استعمليه. لو انت لا هتستني لسه شويه قطعتيه وهتركنيه حطيه في اي فوطه ان هو بينشف بسرعه جدا. هتبدأي بقى تجيبي المثلث وبعد كده تاخدي شويه من الخلطه، بعد كده تقفلي من الجناب وبعد كده تلفي على طول في منتهى السهوله، وحطيها في اي صينيه عندك. مش محتاج ولا زيت ولا سمنه، وانا رشيت على الوش رشه من السماق ودخلته الفرن وطلع معايا احلى سبرينج رول. يا رب الوصفات تكون بتعجبكم، بألف هنا وشفا. اشوفكم بخير الفيديو جاي. السلام عليكم.